اليوم ماشي انا اللي غنعلمكم، اليوم غادي نوريكم ثمره ديال اكاديميه الاستعداد. معايا الاستاذه نعيمه اقشار. حتى واحد النهار كانت كتعاني وكتشكي وكتبكي، ودابا ولات كتوجه وكتكون. نخليكم مع نعيمه اقشار. أخبرك بأن أسوأ نصيحة سمعتها الأمهات هي ضرورة تخصيص ساعات طويلة للعب مع الأطفال. في الفيديو هذا غادي نعطيك 3 الخطوات اللي غادي يساعدوك على التحرر من شعورك بالتقصير والتأنيب. خطوة رقم 1 اللي غادي تقومي بها من تدخلي المنزل ديالك، غادي تاخدي واحد النفس عميق وبطيء. بهذه الطريقة كتقومي بإسعاف الأولي للجهاز العصبي ديالك، كتوقفي استجابة القتال أو الهروب فورا. الخطوة الثانية اللي هي كتقومي فيها بتفريغ مشاعر التأنيب بصوت مسموع، تعترفي بتعبك دون لوم وقسوة على نفسك، وهذا كيخلق لك واحد المساحة ذهنية هادئة للتواصل الحقيقي. الخطوة الثالثة واللي هي أهم هو التركيز على تأريض حواس الجسد ديالك. كتقومي بهذه التقنية باش كتعودي اللحظة الهادية. السر يكمن في الحضور الكامل ماشي في عدد الساعات. بهذه الطريقة كتوقفي على جلد الذات باستمرار، تلقاي مساحة للمتعة والانطلاق مع الأطفال، كتشعري بواحد السكينة وطمأنينة وكأن واحد الحلم ثقيل زال عليك. حافظي بهذا الفيديو عندك، وقت ما شعرتي بالتقصير والتأنيب رجعي ليه.